شيخ من شيخ شهيدا Deki can nuru pelide tebini isinim Ki can destanan tüde abrine Dediroka juania khawni fada Hilwa şine behim beran cebih nafwa Bela jiyana koç deriya de Metir rang dike Metir rasti dike Metir miraniya duazde abdari bike da آسمان فكروان أبونا ما شيخ من إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد إنما الحقوق تؤخذ بالقوة 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 وغابة في جزيرة بلبلين شغلة بولبي دمي أي فلان وغابة في وضعتي بلبلين شغلة بولبي دمي أي فلان تسفيك وجدة تشبيخك البلين تسفيك وجدة تشبيخك البلين ستيرا ورجمدنا أي فلان ستيرا ورجمدنا أي فلان مرحبا شيخي أقنضر شهيد تجنى وادي رسلك شاض بلاد تجنى وادي رسلك شاض بلاد بحاجة إلى أن يحتفل بالموت فأنا أحد الناس الذين هم ليسوا بحاجة إلى أن يحتفلوا بالموت إلا إذا تمكنا أن نحول الموت إلى حياة 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 فلك kurban gelek azar edin Beşeri tırtırışki ey felek kurban gelek azar edin Beşeri tırtırışki ey felek Maşuki talak civan bu koşkiri Maşuki talak civan bu koşkiri Vadiden çelkat ebin dar felek Vadiden çelkat ebin dar felek شرمشوتي خزنوي أزل الغايفة شرمشوتي خزنوي أزل الغايفة شرمشوتي خزنوي أزل الغايفة
عاشق معشوقي غزنوي. Yazdanı diloban havar havar. Ey havar, yazdanı mehriban havar 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 havar. Felek buradan gelek azar idi. Ey felek buradan gelek azar idi. Neşelidir eşki ey felek. Ey felek, ey felek. معشوقی طابق جوان کوچکی، معشوقی طابق جوان کوچکی، بعد
عمل مدرسا وخطيبا في المساجد والمعاهد الشرعية، وأسس مركز أحياء السنة للدراسات الإسلامية في القامشلي، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات داخل البلاد وخارجها، وكان عضوا في عدد من اللجان والجمعيات الحقوقية والثقافية في سوريا وخارجها. لكنني أيضا حزين جدا لأن 20 ونيفا من شهدائنا مرت عليهم سنة على حياتهم ولم تحتفل أمتهم بحياتهم. إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. دماء الشهداء يجب أن تكون قطراتهم سقيا الكردية وتطويرها وتعزيزها، وتقديم كل من أجرموا بحق الكرد إلى العدالة. وكان يقول: العرب والكرد يشكلان معا وحدة أخوية متكاملة ضمن النسيج السوري، ويتحملان معا واجب الدفاع عن وحدة التراب السوري وحضارته وإنجازاته وعازمون أن نعمر ما خربتموهم. نساؤنا سيلدن آلافا أمثال فرهاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تعرض الخزنوي للكثير من المطالبات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة الحضور، يشرفني أن أقف بينكم في مهرجان الإمام علي وحقوق الإنسان، ويعز علي أن أرى هذه المعادلة بتراء، فربما الإمام علي أخذ جزءا من حقه، ولا أقول كل حقه. ربما الإمام علي أخذ جزءا من حقه، بحيث أن واحدا مثلي مهما تحدث عن الإمام علي يشعر أنه لا يبلغ ذراع، كما يقول قائلنا: وكل أبناء الإسلام هم أبناؤنا، ويتحدثون باسمنا فرسا كانوا أم عربا أم غير ذلك. يقول قائلنا: هرچی هست از قامت ناساز و بی اندام مخ، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. إن بردتك، حليتك، كسوتك التي تمن بها على الآخرين لن تأتي ناقصة، تأتي وفق مقاساتهم، لكن إن ظهر للعيان عيب في كسوتي أو مظهري فإنما هو من بدني. وأي واحد منا يوم يتحدث عن الإمام علي وشعرتم أنه ما أوفى الحديث حقه، فليس هو إلا في المتكلم، ليس النقص إلا في المتكلم. يوم ينطبع في ذاكرتنا هذه الصورة عن الإمام علي أقول إنه أخذ جزءا من حقه، لكن مع الأسف إن عجز المعادلة وأعني به حقوق الإنسان، فلم تأخذ ولا جزءا من حقها، علما أن الإسلام بقرآنه وسنة نبيه فصل حقوق الإنسان تكريما وإعزازا وتحريرا. وإذا كان لا بد للإنسان أن يرى القرآن متحدثا ويرى القيم متجسدة في أشخاص، فإن خير من يمثل قيم القرآن ودستور القرآن وتفاصيل حقوق الإنسان في شأن لمجلس الأمن حرمة لدى الإنسان ولدى البشرية. إنها عهد يظهر ما للإنسان من مكانة وإعزاز عند شريعة الإسلام وعند الناطق الرسمي باسمها الإمام علي. إن الإمام علي ينظر إلى الإنسان كقيمة ذاتية، قيمتها، كرامتها، عزتها في ذاتها، بغض النظر عن أي ميزة أو أي فروقات أخرى، مسلما أو غير مسلم، عربيا أم عجمي، ينتمي إلى طبقة لها مكانة بين قومها أو إلى الطبقة الدون بين أفراد المجتمع. ولذلك حين يوصي مالك بن الأشتر يقول له: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على أعربي، وأن الخلق، هذه ترجمة كلامه، وأن الخلق عيال الله وخيرهم لعياله. يذكر له قائلا: دم الذمي
ولعل البعض يستعمل مصطلح الذمي ويشعر بصغار، لكن مصطلح الذمي أرفع مستوى من أي مصطلح آخر يمكن أن تختاره لمن يختلف معنا في العقيدة. إن الذمي منسوب إلى الذمة، أي أنه في ذمة الله ورسوله، ومن آذاه فقد آذى الله ورسوله وخفر الله في ذمته وذمة رسوله. دم الذمي كدم المسلم. يقول له لا تكن عليهم، على الرعية مسلما أو غير مسلم، لا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. لا تقل إن فرصة أن أكون حاكما لمصر هي فرصة كما يفهمها الآخرون، كل اسرق ارتشي انتهك فأنت راحل. لا تكن عليهم سبعا ضاريا، فالخلق صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يرسم حقوق الإنسان في ماله، ملكية الفرد مصانة. يقول له ولا تمسوا مال أحد من الناس، مسلم ولا معاهد. ليست الحصانة لمال المسلم فقط. إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج. طبيعي أن يساهم المواطنون في ميزانية دولتهم، لكن الدولة التي تقوم وتبني ميزانيتها على أساس الإساءة للمواطنين لا قيمة لها ولا بقاء لها. إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة يحمل عليها في درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو الزائد عن حاجتهم. إن الاعتراف بحقوق الإنسان السياسية حديث العهد. الناس تربوا على أن يكونوا على دين ملوكهم، وأن يسمعوا ويطيعوا لهم عبيدا عند أسيادهم. وما تحدث الناس عن الحرية السياسية إلا في القرن الأخير ربما، أو قبل الأخير في القرن العشرين. لكننا نفتخر أن لنا تجربة في الحرية السياسية والتعددية قبل أكثر من 1400 سنة، إلى درجة أن الحاكم أصبح ينظر إلى نفسه محكوما لرعيته، أي أن التعددية بمقدار عدد المواطنين. ولذلك يقول الإمام علي: لقد أصبحت الأمم تشكو ظلم رعاتها وأصبحت أشكو ظلم رعيتي. إن الرعية أصبحت حاكمة بعددها، والمحكوم واحد هو الرأس الذي يقف هو الشخص الذي يقف على رأس السلطة. كان بإمكان الإمام علي ككل الحكام والخلفاء والأمراء أن يستخدم السيف لكل ناقد، لكل متمرد على الحكم، متذرعا بالحفاظ على أمن الدولة، أو أن الدولة تمر بحالة طوارئ ليقوم بتصفية كل المعارضين للحكم أو للرأي. لكنه أبى ذلك لنفسه، لأنه رجل ينطلق من منطلقات وضعها الإسلام واضحة صريحة: أن لا استخدام للسيف إلا باستخدامه من الطرف الآخر. أما إذا كانت المعارضة
في الأطر السلمية والنقد، فلم يسمح الإمام علي. وحين أقول لم يسمح الإمام علي إنما أقول لم يسمح الإسلام، لم يسمح الإمام علي بأي تجاوز عليه، لا بقمع ولا بمنع ولا إساءة. لذلك تجده يوم يخطب على منبر الكوفة ويقاطعه رجل ممن يكفره، رجل من الرعية يكفر رأس الدولة، ويقول له في مسجده وهو على كرسي عرشه على منبره، يقول لله أبوه، لله در أبيه يعني، لله أبوه كافرا ما أفقهه. لكل خليفة لكل حاكم رعية، جماعة. إن برت جماعة علي تريد قتله، هكذا تقول لأمير المؤمنين لله أبوه كافرا ما أفقهه، فمنعهم الإمام اتركوه. ما الذي حصل؟ كل الذي حصل أن الرجل سبنا. ما الذي حصل؟ إما سب بسب أو عفو عن ذنب، إما أن نرضى أن ننزل إلى مستواه فنشتمه أو أن نعفو عنه. أما أن تقطع رقبة رجل فقط لأنه تفوه بكلام ولم يشهر في وجهنا سيف. إن الأمم اليوم يجب أن تعود إلى هذا الموقف لتستلهم منه كيف تحترم الإنسان حتى لو كان يخالفك، حتى لو كان يقصيك، حتى لو كان يكفرك. إن الإمام علي كان يريد للأمة أن تعيش في فضاء سياسي رحب، يريد أن يعطيهم بل يعلمهم كيف ينتقد الحاكم. واسمع معي إلى هذا الموقف. أتاه الخريت ابن راشد يوما قال له يا أمير المؤمنين، إني خشيت أن يفسد عليك عبد الله بن وهب وزيد بن حصين من رؤوس الخوارج. بالمناسبة الخوارج هم أناس منا وفينا، لهم رأي غير رأينا، تمردوا على حاكمنا. يقول الإمام الشافعي لولا علي بن أبي طالب لما عرفنا فقه الخوارج. لقد اعتدنا كما هو عادة الأمم أن الذي يختلف معنا أن نقطع رأسه، أما أن ندعه منا وفينا يرتاد مساجدنا بل يأخذ أعطياته من بيت مالنا حتى وهو خارجي، حتى وهو يكفرنا لا نكفره. هذا الفقه يقول الإمام الشافعي ما عرفناه إلا من معاملة علي للخوارج. يقول هذا لقد سمعتهما يذكرانك بأشياء لو سمعتهما لم تفارقهما حتى تقتلهما. فقال علي إني مستشيرك فيهما ماذا نفعل؟ يريد أن يجس نبضه. فقال الخريت آمرك أن تدعو بهما فتضرب رقبتهما. صف المعارضة كما يقول زبانية الطواغيت والطبقة التي تصطاد في الماء العكر حول الحكام المستبدين. آمرك أن تضرب رقبتهما. فقال علي لقد كان ينبغي لك أن تعلم أني لا أقتل من لم يقاتلني. مشكلتك أنك تتعامل مع شخص لا تعرفه، لا تفهم تركيبته. أنا لا أقتل من لا يقاتلني. من يختلف مع الرأي فحسابه بين يدي الله، أما أن أريق دما فهذا شيء ليس من طبيعتي. الإمام علي
كأنه في زمننا هذا يخاطب الأمة الإسلامية، بل يخاطب حكام المسلمين كيف يتعامل مع الأجهزة الأمنية. الإمام علي يرسم الخطة لحكام المسلمين كيف يتعامل مع الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية التي تحيط بهم. يقول في وصيته لمالك: وليكن أبعد رعيتك منك وأشدأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من يسترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهيره ما ظهر لك، فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك. ولا تعجلن إلى تصديق ساع. كتبت التقارير أصحاب الخطوط الجميلة: ولا تعجلن إلى تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين. سيدنا الإمام بعد أن رسخ مبدأ الشورى كنظام يحكم العلاقة بينه وبين عامة الناس، ركز على أن يكون للحاكم، وهذا ما تفتقر إليه إذا كنت معنيا فإنما أنا معني بشعوب الإسلام، هذا ما تفتقر إليه الأمم الإسلامية. ركز على أن يكون للحاكم يوم يأتي إليه الناس يسمع إلى شكواهم، تفتقر إليه الأمم الإسلامية. ركز على أن يكون للحاكم يوم يأتي إليه الناس يسمع إلى شكواهم، غير متناسب بأن يوصي واليه حين يفرز هذا اليوم أن يكون اليوم بعيدا عن الشرطة، عن الحرس. يقول: واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك، دع الدولة جانبا وتفرغ لذوي الحاجات، وتجلس لهم مجلسا عاما تتواضع فيه لله الذي خلقك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك. بعد عنك جندك وأعوانك، بعد عنهم حرسك وحراسك وشرطك، حتى يكلمك مكلمهم غير متعتع. حين تجعل جلسة لك وبين يديك العشرات ممن يلوحون بعصيهم وبنادقهم، سآتي أنا صاحب الحاجة وأتعتع وأكتم حاجتي ولن أستطيع أن أؤديها كما هي. أبعد حارسك حتى يتكلم مكلمهم وهو لا يتعتع. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. ليست مهمتك أن تعطي الصلاحيات لوزارة المالية لتنهب أموال رعيتك. ليكن نظرك في عمارة الأرض أكثر من استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة. لن تستطيع أن تأخذ من الشعب إلا إذا عمرت البلد. ومن طلب الخراج بغير عمارة، هكذا يقول الإمام، من طلب الخراج بغير عمارة أضر بالبلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا. يضع ضوابط للحاكم كيف يختار وزراء. يقول: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شاركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلم. يقول في الضمان الاجتماعي: ثم الله في الطبقة السفلى ذوي الدخل المحدود الذين لا أحد لهم إلا الله. الله في الطبقة السفلى
من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنة، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا، واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسما من بيت مالك، ولا يشغلنك عنهم بطر، فإنك لا تعذر بتضييع التافه لإحكامك الكثير المهم. فرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع، فليرفع إليك أمرهم أمر الضعف، ثم اعمل فيهم بالأعذار إلى الله يوم تلقاه، فإن هؤلاء أحوج إلى الإنصاف من غيرهم. بل في قضية الحيوان، وتعلمون أن الإمام علي لم يعش في عالم الغرب حتى يدفعه الترف إلى الانشغال بالحيوان، إنه ما تفرغ للحيوان إلا بعد أن انتهى من أمر الإنسان، لا كما هو الأمر في عالم الغرب تعيش كلابهم حياة أفضل من البشر في كثير من بقاع الأرض. يقول الإمام علي: لا تنهك الأمة بالحل فلا يبقى شيء لوليدها، لا تفصل الناقة عن وليدها. يوصي صاحب الخراج أو صاحب الزكاة: إذا دخلت قطيعا لا تدخل دخول متسلط عليه ولا عنيف به، ولا تنفرن بهيمة. يقول الإمام علي: ما من دابة في الأرض أو بالأحرى هذه آية: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يقول الإمام علي في قضية حقوق الحيوانات: ما معناه أن الأفلاك السبعة وما جاورها لو عرضت عليه لما مس منها شيئا وهو يدوس بقدمه طرفا. إن هذه الحقوق التي رسمها الإمام علي في وثيقته وعهده لمالك بن الأشتر يجب أن يعود المسلمون إليه رعاة ليحكمون وفقه، ورعية لنعرف ما لنا على رعاتنا، خاصة في هذا الظرف الحرج الذي يشار إلينا كمسلمين على أننا إرهابيون، لا علاقة لنا بحقوق الإنسان، عنيفون، نفرض رأينا على غيرنا بالقوة. نحن بحاجة إلى أن نكتب هذه الوثيقة بماء الذهب لنقول للناس: هؤلاء نحن، وهذا هو تراثنا، ومن ثمارنا تعرفون. وشكرا لإصغائكم. ای شیخم شیخ شهیدان دبستان او میدان کردان آل علامه چو بهدان آشتی ریزان نبر خدان لباسم پیس
تصور به هر واری گل تصور به هر واری ای شیخ من شیخ بلدار خودی دست ناز کو نازدار زمستان چینکه بو بوهر دنگ تدی لهر جیوار رجیم آباس بو رجیم آباس بورک ها شیخ بانکه لحزن جیهان خاکک هی بناب کردستان پارچه گیری للاف چارگوران کرد خوابانده سیبرون وزان تا کنگی بمینی لبن دستان تا کنگی بمینی لبن دستان ای شیخ منی شیخ معشوق ای شیخ منی شیخ معشوق